السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. من أجمل ما ستسمع. حزنت يوما لأني لست غنيا، فرأيت متسولا يمد يده من أجل بعض المال، فقلت الحمد لله. حزنت يوما لأني لا أملك منزلا كبيرا، فرأيت فقيرا ينام بالشارع وعلى الأرض، فقلت الحمد لله. حزنت يوما لأني لا أملك سيارة فخمة، فرأيت شابا مقعدا يمشي على كرسي متحرك، فقلت الحمد لله. حزنت يوما إني لست وسيما وجذابا، فرأيت رجلا أبكما وآخر أصما، فقلت الحمد لله. حزنت يوما إني لا أملك شيئا، فرأيت أناسا لا يملكون شيئا لكنهم سعداء، أغنياء بفقرهم، جميلون بتواضعهم، راضون بحياتهم، حامدين ربهم، والابتسامة العريضة لا تفارق وجوههم. فأدركت جيدا أن السعادة ليست مالا أو منزلا أو سيارة فخمة أو جمالا، وإنما هي الرضا بحكم الله وقدره. السعادة هي أن تشكر الله في السراء والضراء، سواء كنت فقيرا أو غنيا، مريضا أو معافا، جميلا أو قبيحا، فإياك وأن تفلت من لسانك هذه الكلمة الجميلة: الحمد لله. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله دائما وأبدا،